مساء الفل. حضرتك بتدور على شركة تشطيبات؟ احنا شركة تشطيبات. تعال اقول لحضرتك كده على السريع 5 نقط ليه تختار لنا. رقم 1، انا باشمهندس ابانوب مجدي، مهندس ديكور، دارس تصميم داخلي، دراستي وشغلي شغال في مجال التشطيبات، مش كنت في مجال ودخيل عليه، لا خالص، انا متخصص دراستي وشغلي الحمد لله. الحاجة التانية ان احنا عندنا الحمد لله وبفضل الله سابقة اعمال محترمة جدا. ممكن حضرتك تدخل تشوف مستوى التشطيب بتاعنا ومستوى شغلنا ورأي العملاء اللي احنا شطبنا لهم. حضرتك كنت معايا في مرحلة او في رحلة التشطيبات عموما بشكل عام. هل يعني شفت فينا حتة الامانة المصداقية طبعا اللي احنا بنتكلم فيها؟ انت كنت بتخاف من الموقع اكتر مني. طب لو حضرتك حابة عايزة تزغرطي او بتعرفي ادي واحدة. ما شاء الله عليك، اهدي ترند الواحدة. الزغروطة دي مبينة يعني في الاخر التسليمة كانت عاملة ازاي؟ تخيل انا عرفتك منين طيب؟ منين؟ قول طيب. مش عارف. ماشي يا عم، من على كان في اعلان عندك على الفيس. صدقني انت عامل شغل كويس. ربنا يخليك. طيب انا لو في حاجه وحشه كنت قلت عشان احنا مش قرايب اصلا. اكيد شغل. اكيد طبعا. طب هسأل حضرتك سؤال، كان في امانه؟ لا كان في امانه وكل حاجه على ايدي كمان. رفعت المقاسات، بعد كده رحنا المكتب، عملت لي مقايسه الاول على الموبايل. ماشي. بعد كده رحنا المكتب وتعاقدنا وما شاء الله يعني في وقت قصير جدا خلصت لي كل حاجه. بس انت عامل شغل كويس كده. وشغل نضيف ما شاء الله. طب بص، هو الشقه كانت حاجه وبقت حاجه تانية خالص، ولسه مع الفرش بقى وبقيت لان احنا مرينا مع بعضينا برحله وشفنا تحديات كتير، وشاف طريقتي في التعامل، وشاف طريقتي في الاتفاق، وشاف طريقتي في كل حاجه كنا بنقولها الحمد لله كنا بننفذها. ما كانش بيحصل معانا اي خلاف ولا اي مشاكل من المشاكل اللي احنا بنسمعها. دي نقطة عندي بالنسبة لي مهمة جدا. النقطة الثالثة وهي ان احنا شغالين بنظام الاشراف الهندسي. شغالين بنظام الاشراف الهندسي عشان بنحب جدا الوضوح، بنحب جدا الشفافية، بنحب جدا ان حضرتك تبقى شايفنا وشايف احنا بنعمل ايه، ودي بتكلف كام ودي بتكلف كام. احنا مش هدفنا ان احنا نصدعك بالدوشة بتاعت التشطيبات، بالعكس انا موجود علشان اعمل لحضرتك شغل حلو بتكلفة مظبوطة وحضرتك تبقى مستريح. دوشة الصنايعية باللي متأخر باللي مش متأخر، الحمد لله احنا عندنا دولاب كامل من الصنايعية، رجالة الشركة اللي انا تعبت علشان اكونهم واجمعهم ويكونوا هم معايا في شركة ديكوريتيف. فشطارتي في الدولاب الصنايعية بتوعي والحمد لله على اعلى مستوى من الاحترافية، وده بفضل الله. الميزة الرابعة بان يعني مستوى تشطيبنا اللي احنا بنقول عليه اقتصادي عشان نطور من نفسنا اكتر ونعمل شغل اكتر واحسن بالنسبة لغيرنا بيقولوا عليه VIP. فالحمد لله دي شهادة بنعتز بيها لكل من شاف شغلنا وكل من تعامل معانا. الحمد لله دايما بحب جدا ان انا اصور اراء العملاء اللي احنا بنشطب لهم، علشان ده بيبقى افضل واحسن شهادة اعتز بها، لان انا بنفسي اللي وقف على الشغل، انا بنفسي اللي ببقى موجود. معايا دولاب كامل من الباشمهندسين ومعايا فريق كامل متخصص، ولكن انا اللي ببقى موجود. لازم ارد على حضرتك، ما خليش حد غير اللي يرد عليك. لازم اشوف المشكلة بنفسي واعرف احلها بنفسي، مش ان انا افوض حد تاني ونقعد نماطل ونرمي حضرتك نوديه هنا وهنا وهنا وفي الاخر المشكلة ما بتتحلش، ولو اتحلت بتاخد وقت. احنا ما بنعملش الكلام ده، احنا بندخل على طول باذن الله. بنتفق طبعا على كل الاعمال اللي بتتم، بتنورنا في المكتب بتاعنا وبنمضي وبننزل نشتغل على طول ان شاء الله، وبنسلم لحضرتك الموقع على اكمل وجه زي ما حضرتك عايز واحسن كمان، لان ده هدفنا وده شغلنا ودي سمعتي اللي بالنسبه لي هي رقم 1، الاهم من الفلوس والاهم من اي حاجه. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي، صاحب شركه ديكوريتيف. سلام.